أول ما وصلت اسكندرية وقفت قدام البحر. بصراحة المنظر ليه هيبة ورهبة مش أي حد يحسها. تحس إنك اتولدت من جديد. نزلت على شارع خالد بن الوليد، الشارع اللي كله حياة وحركة. قابلت هناك عربية فول عم عبده، الراجل اللي بيتكلم لغات. عنده طبق فول حكاية، مش مجرد طبق فول وخلاص. اللقمة الأولى كانت كفيلة إنها تخليني أنسى إن أنا جاي صد رد. اسكندرية عندها كده حاجة سر، بتعرف تملى قلبك من أول قطمة، وكمان الأكل البسيط هو اللي بيفضل في الذاكرة. بصوا بقى، احنا هنبدأ يومنا النهارده من اسكندرية، من شارع خالد بن الوليد. هنفطر من عند عم عبده، وهنشوف الفول بتاعه بقى زي عندنا ولا ايه الموضوع بتاعه. يلا بينا نشوف الحكاية بتقول ايه. تاكل وتحبس شاي من عند أبو رامي على طول، كوباية شاي حكاية. احلى كوباية شاي تشربها من عند ابو رامي بعد الفطار الجميل ده، تحبس بيها وتبدأ يومك وتشوف الموضوع بيقول ايه. للأسف الوقت كان ضيق، كنت رايح شغل وملحقتش أكمل الجولة. ما كانش فيه نصيب ألف في الشوارع كلها وأروح المطاعم العريقة هناك زي ما كان نفسي. بس بصراحة ساعات كوباية شاي وسندوتش فول ونظرة للبحر بيحسسوك إنك عشت يوم كامل. أهم حاجة تدوس لايك وتعمل متابعة وتشجعني عشان أكمل المشوار، ما أعملش زي الفيديو ده. سلام.